السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة شروحات الهاكر الأخلاقي. درسنا اليوم كيفية تثبيت الكالينكس على نظام في أومير على الويندوز. أولا عليك بتثبيت الفي أومير، تضغط على الفي أومير مرتين هكذا، تنتظر إلى حين ينتهي من التحميل، ثم نكست هنا، ثم نكست، ثم هنا، ثم نكست 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 نكست، تنتظر إلى حين ينتهي من حمل هذا البرنامج سيريال. لقد قمت بصناعته أنا بنفسي. تضغط عليه مرتين سيريال، تنسخ مرتين هكذا، ثم كوبي، ثم تضغط هنا، ثم كنترول سي، عفوا كنترول في، ثم انتر، ثم فينيش، ثم ادخل هنا. ثم الآن هذا هو البرنامج يعمل. ثم لتثبيت الكالينكس، حمل الكالينكس من أي موقع أو حمله من الموقع الرسمي، واضغط هنا بعد التحميل هنا، ثم هنا، ثم هنا براوزر. هذا هو الكالينكس الذي حملته أنا مسبقا. نيكست لينكس هنا، اضغط هنا. إذا حملته من الموقع الرسمي اضغط هنا أو هنا. إذا كان النظام الخاص بك 64 اضغط على 64، إذا كان 32 اضغط على 32. هذه هي لل 32 بيت. لكي تعرف نوع نظام خاص بك هنا انظروا 32 بيت. حمل الكالينكس 32 ثم اضغط هنا، هذا يبين هكذا. ثم هنا اسم الكالينكس، أي اسم على سبيل المثال هاسكر، عفوا هكذا. نيكست نيكست نيكست. هنا لتتحكم بالميجا أو سرعة الكالينكس. نيكست 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 نيكست. انظر حسنا، هذا هو الكالينكس. الآن فلنبدأ بالتثبيت. ثم اضغط هنا اوكي، اخرج. هنا انستال. انتظر قليلا. هنا انجليش كونكت، عفوا نعم كونكت، ثم ارابيك كونكت، ثم كونكت. تنتظر قليلا، تكتب هنا اي اسم مثلا هكذا، ثم كونكت كونكت كونكت. ثم هنا كلمة سر على سبيل المثال رقم 1، وهنا الرقم 1 كونكت. تنتظر قليلا كونكت. تنتظر قليلا مرة أخرى. كل روابط تحميل الفي أموير والكالينكس أسفل الفيديو. كونكت 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 كونكت. يس كونكت.
الآن تكبير شاشة نظام كالي لينكس. اذهب إلى الفي أم وير. تضغط هنا. تشغل الكالي لينكس. ننتظر قليلا. يبدأ الآن بالفتح. هنا روت كلمة سر. يبدأ الآن بالفتح. ننتظر قليلا. ندخل على التيرمينال. نكتب هذا الأمر. ستجدون الأمر أسفل الفيديو. نكتب apt get مسافة install مسافة open هكذا. نكتب هنا apt مطا get مسافة install مسافة، ثم نعود للقراءة مرة أخرى open مطا vm open عفوا o p o n هاي مطا vm عفوا مطا tools هكذا. ديسكتوب. ثم انتر. سننظر الى خطأ هنا. عفوا أخطأنا. نكرر المحاولة. apt get مسافة install هكذا open مطا vm هكذا. يبدأ الآن بالتثبيت. لحظة قليلا. نتركه إلى حينما ينتهي من تثبيت. اصبروا قليلا. سأوقف الفيديو ريثما تنتهي. ثم اكتب ريبوت يعني إعادة تشغيل كاينكس. انتظر حتى يتم إعادة التشغيل. ملحوظة مهمة جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة والدعم بلايك والإعجاب، لأنني طبعا أتعب على شروح الفيديوهات التي أرفعها. هي صحيحة وبدون أخطاء. أرجو أن تعجبكم فيديوهاتي. لقد بدأنا من هذا الدرس هو لتثبيت الكالي. أما الدرس القادم سنشرح فيه أدوات الموجودة على الكالي، منها أداة الميتاسبلايت التي تحتوي على أرميتاج والكوبل سترايك. مفهوم؟ نضغط هنا هكذا روت ثم الكود.
حسنا. لقد تم فتح الكالي لينكس. أول شيء ندخل إلى الكالي هنا، نكبر هنا ثم تكبر من هنا. انظروا أصدقائي، أرجو أن يعجبكم الدرس. هذا كل ما في الأمر. هذه لقد ثبتنا الكالينكس وكبرنا الشاشة على النظام الوهمي VMware. ونصيحة مني مهمة جدا: اشتغلوا على نظام VMware إذا كنتم غير محترفين بالهاكر.